عسلامة الناس الكل. في بودكاست هوا الأفكار حكينا برشا على النظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي وتبعياته الاجتماعية والإنسانية. نجموا في هذا السياق ترجعوا لبرشا حلقات متاعنا، حكينا مثلا على التجربة الكورية، حكينا على تاريخ تونس والإفمي، وحكينا زاد على تجربة مزيانة كيف ما التجربة الجمنية. اليوم العالم الكل يتخبط ويلوش في حلول بديلة. هو حتى بلاد لونكل سام اللي بدعت النيو ليبرالية يحبوا يبدلوا الصورة يا أخي، مشاو انتخبوا دونالد ترامب ويشوفوا لي السياسات التجارية الغريبة متاعه هي الحل النظام الرأسمالي العالمي. أما شنو هو الحل؟ الحقيقة الجواب ما هوش سهل، الجواب صعيب برشا. ثم برشا محاولات وثم برشا تجارب لزرع الأخلاقيات والإنسانيات في الاقتصاد العالمي والمحلي والوطني. عملياو كيف ما قلت من الأول، حكينا مثلا على تجربة تونسية ياسر مزيانة في واحد جمنة، وكيفاش منظومة اقتصاد تشاركي وتضامني نجحت لمدة سنوات. اسمعوا حلقتنا مع الأستاذة فاتن الخميسي حول التجربة الجمنية. بالتجربة هذه نجم نفهموا أهمية الاقتصاد المحلي، كيف يكون عنده نازع اجتماعي بيئي وإنساني قوي. لذا منذ سنوات الثورة مثلا في تونس كان ثم حوار كبير في جميع البرلمانات، وكان ثم حوار كبير في المجتمع المدني وفي جميع الحكومات على الاقتصاد التضامني والتشاركي، إلى أن اصدر القانون البرلماني في 2019 بلوتو في 2020، بالضبط 17 جوان 2020، وكان مبادرة من الاتحاد، اتحاد الشغل، باش يقنن الاقتصاد التضامني والتشاركي. في هذا السياق كذلك ما يخفى على حتى حد اللي في 2019 وقت الحملة الانتخابية الرئيس الحالي قيس سعيد بنى الحملة متاعه على فكرة البناء القاعدي وعلى فكرة الاقتصاد المحلي وعلى فكرة الشركات الأهلية اللي هي الحجر الأساس متاعه. اليوم السؤال اللي نحبوا نطرحوه اللي بعيد على كل تعصب سياسي، خاطر نعرفوا في تونس ساعات التعصب السياسي تحب تقول كيلكو سوا انت مع ولا كيلكو سوا انت ضد. اليوم نحبوا نعيطوا العقلانيه العلميه العقلانيه الاقتصاديه باش نفهموا شنو هي حكايه الشركات الاهليه. الحقيقه انا بيدي كي تسألت على الموضوع هذا ما كانش عندي معرفة كبيرة على الموضوع وشنية معناتها لي سوبتيليتي ولي ديتاي نتاع الشركات الأهلية. حضرت مع صديقي أمين اللي هو معايا هوني في الحلقة. عسلامة أمين. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. حضرنا وحبينا نفهموا شنو هو الشركات الأهلية وكيفاش ينجموا يرتقيوا بالاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني في تونس، من خلال الحكايات على الاقتصاد الاشتراكي والتضامني، من خلال بعض التجارب المقاربة، باش نحكيو مدة حلقتين ونخليو أصحابنا متشوقين باش يسمعونا. وكذلك حازم حبينا نشوف الموضوع هذايا بمستوى أدنى من الأمانة العلمية. أنا قريت برشا مقالات على الموضوع هذا في تونس وسمعت برشا انترفيوهات في الراديو. برشا ناس مهتمين به كسوسوا أكاديميين شغيلة، ناس مهتمة أنها تعمل شركات أهلية، فلاحة، سياسيين. آم، واللي شفته للأسف هو اهتمام بقانون الشركات الأهلية في صورته الحالية في إطاره التونسي، وانعدام التشوق والفضول لشنو صار قبل وشنو صار في بلايص أخرين. فخلينا نشوفوا شنو اللي صار في بلايص أخرين. نشوفوا لو في نجاحات، لو في حاجات نجموا نتعلموا منها ونعاودوا نطبقوها، لو في حاجات فشلت نجموا نتفاداوها. وبطبيعة الحال كما عودناكم في بودكاست هاو الأفكار دائما من زاوية تونسية وبوجهة نظر يعني تهتم بتونس وتهتم بالازدهار في تونس. هو كان من وجهة نظر آه، نظرية. كي تشوف الديمقراطيات الحالية اللي قائمة هي ديمقراطيات ليبرالية. ايش معناتها ديمقراطيات ليبرالية؟ هي ثم الديمقراطية كونك تمشي تنتخب وكون ثم تعددية حزبية إلى آخره، إلا أنه الديمقراطية السقف متاعها يقف في العملية المالية تبدأ. يعني هي منقوصة من ديمقراطة العملية المالية.
فوالا صحيح. دونك هذاك الاقتصاد التضامني والتشاركي والشركات الأهلية ولا التعاضديات إلى آخره نرجع بعديك، هي تكسر العتبة هذه وتجعل مام معناتها التصرف في الميدان الاقتصادي ديمقراطي نوعا ما. من ما نحرقوش المراحل. نجموا نبداو من الاول بشنو هو الاقتصاد التضامني والتشاركي. هو الكونسيبت هذايا معناتها حتى التنظير ليه بدا بكري شويه، يعني نحكي مثلا على عام 1953 في الولايات المتحده بيدها ظهر بعض التنظير للمسؤوليه الاجتماعيه للشركات. ثم كتاب شهير في الميدان هذايا من اول المنظرين نتاعو هوارد بوين، اللي حاول من معناتها من النظريات نتاعو كيفاش يأطر رأس المال من أجل حماية المجتمع من التغول نتاعو، كذلك زاد من أجل حماية المحيط. وتعرف اليوم حكينا مثلا في حلقات اللي فاتوا على التغيرات المناخية وعلى البحر إلى آخره. نجموا أصحابنا زاد يرجعوا يسمعوا حلقاتنا إذا كان ما سمعوهمش. وهذا يدخل في إطار معناتها الأخلاقيات الاقتصادية وأخلاقيات الشركات، واللي هي المسؤولية الاجتماعية للشركات. لكن كنا لازمنا نستناو حتى سنوات التسعين والألفين باش الأمور تتحرك، وتحطت برشا قوانين من الأمم المتحدة، من هيئات معناتها غير حكومية إلى آخره، باش تأطر المسؤولية الأخلاقية للشركات. إلا أنه الاقتصاد التضامني والتشاركي يختلف. هو عنده قاسم مشترك مع معناتها الأخلاقيات للشركات اللي هي بالفرنسوية لي غيسو ريسبونسابيليتي سوسيتال دي زونتربريز. لكن الاقتصاد التضامني والتشاركي هو يختلف على خاطر ما هواش موجه للربح. معناتها محاولة معناتها إيجاد الأخلاقيات في عمل الشركات هو محاولة معناتها مواصلة معناتها البحث عن الربح الاقتصادي مع تأطير عمل الشركة. فوالا في كسوة من جانب حقوق الإنسان، حقوق الخدامة. مثلا حق الخدامة تعطيه له، ما يكونوش عنده حق التصويت مثلا، كيف ما اللي كي ديتيان معناتها 20 ولا 30% من رأس المال. فوالا دونك بالنسبة للاقتصاد التضامني والتشاركي، هو معناتها الهدف الأول متاعه ما هوش الربح. هو الهدف الأول متاعه معناتها بعث معناتها هياكل اقتصادية الهدف الرئيسي متاعها هو الاقتصاد إنساني اجتماعي أخلاقي يحافظ على المحيط كذلك. ولا هذا هو الديفيرونس فوندامنتال بينات لي دو كونسيبت. لو نعقب على كلامك يا حازم جوست نقطتين. انت جيت للشكل الأحدث من الاقتصاد التشاركي والتضامني اللي هو بدأ في خمسينات القرن العشرين. بس لو نحب نشوف الشكل الحديث راهو بلوز موا بدأ في القرن 19، في أول القرن 19 بعد الثورة الفرنسوية. معناتها بعد الثورة الفرنسوية بدأت فكرة لاميتوال تاع التعاونيات، اللي هي وقت اللي العمال تصير لهم مشكلة متاع صحة، أغلبية مشكلة متاع صحة يعني، يكون عندهم دي كونتريبيوشن، ولما يمرضوا الميتوال تساعدهم في شريان الدواء، ولا لما ما يجموش يخدموا كذا. هذا تعقيبي الأولاني عليه. وفي القرن 19 بالأخص في فرنسا وفي إنجلترا تاريخ الميتوال وتاريخ كيفاش تكونوا من ناحية الميتوال وداديات ميتوال ودادية تعاونيات ولا وداديات. تعاونية. وي. ومن ناحية أخرى نقابات. يعني كان بيناتهم علاقة ما هياش ديما منسجمة، كان ساعات فما صدام. ما هوش هذا موضوعنا اليوم، ممكن نعملوا عليه حلقة أخرى. سي تري فاسينون. هذا تعقيبي الأول. تعقيبي الثاني أنه مش بالضرورة ما يكونش الهدف الأول هو الربح. ممكن يكون هدف الاقتصاد التعاوني والتشاركي هو تحقيق ربح، ولكن
في حاجتين أساسيتين لا يمكن تجاوزهم في الاقتصاد هذا حسب رأيي أنا في الاقتصاد التعاوني والتشاركي. هم أول حاجة الديمقراطية في اتخاذ القرار ما بين الناس الشغيلة، الناس الخدامة في النشاط الاقتصادي هذايا، واحد. اثنين، شنو نعملوا به الربح. يعني الحاجتين هذوما، يعني لو جيت تفكر فيها أي شركة، أغلب الشركات اللي نعرفوها ما هيش ديمقراطية. الشركة المديرين والإدارة بصفة عامة هي اللي تحكم في العملية الإنتاجية، كيفاش تصير العملية الإنتاجية، شكون يخدم كيفاش، شكون الموارد متاع الإنتاج الاقتصادي كيفاش يتم معناتها التصرف فيها. هذا واحد. تقول لي انت اللي دايره شكون يملي عليها الحاجات هذه؟ هما اصحاب راس المال، اصحاب راس المال. به هذايا بالنسبه لاداره النشاط الاقتصادي. ثاني حاجه، شنو نعملوا به الربح. يعني انت ممكن تلقى شركات الناس اللي تخدم فيها يتم استغلالها بشكل فاحش وتطلع ارباح طائله، ومن بعد الارباح هذيك تمشي لبلاصة أخرى لا يستنفعوا بها الناس اللي خدموا، لا يستنفعوا بها الناس اللي عايشين في المنطقة هذيك. وهذه مشكلة كبيرة ياسر. فالاقتصاد التشاركي والتضامني ممكن يكون الهدف متاعه، هذا فهمي أنا الشخصي يعني. لا لا، هو انت قصرت عليا اللي كنت باش نحكيه. أبو اسمع انت قصر خاطر كي فوالا هو دونك انا كنت باش نقول بالضبط، كنت باش نقول الاقتصاد التضامني والتشاركي هو يعتمد على طريقة تسيير ديمقراطية وتشاركية وتقنين صارم الى على تقسيم الارباح. فوالا دونك الا انه يقعد الربح ليس الجوهر متاعه، أي. هو عنده جوهر اخر. يعني هو الربح مؤطر أي. فيه إعادة استثمار في المشروع، وفيه إعادة معناتها توزيع الأرباح بطريقة عادلة، وفيه معناتها الاستثمار في المنطقة اللي الاقتصاد هذا يقوم فيها. إلا أنه الشركات الكلاسيكية الرأسمالية القلب متاع الاقتصاد متاعها الربح. هو ما ثم كان انديكاتور واحد هو الربح. فوالا يعني لو عندك شركة هدفها الربح بس، شكرا. خلاص. اكزاكتومون فوالا غير حتى حتى اي نشاط اخر مش هدفه الربح يتقال explicit non profit صحيت على اساس انه القاعده هي الربح، صحيت اكزاكتومون. ولكن هي الربح. فوالا دونك هذاك علاش هو الاقتصاد التضامني والتشاركي في البعد نتاعو كي نخمو فيه هو مواصلة العمل معناتها الديمقراطي من التعدد الحزبي إلى ديمقراطية معناتها في صميم المنظومة المجتمعية واللي هي المنظومة الاقتصادية فين العباد تمشي تخدم. ثم حاجة أخرى معناتها مهمة جدا اللي معناتها الشركات اللي تنشط ولا المكونات، ما نقولش الشركات، المكونات اللي تنشط في الاقتصاد التضامن، في الاقتصاد التضامني والتشاركي، لكل شخص كل شخص يساوي صوت. وهذا مهم جدا معناتها يعني مش عندك سهم يسوى صوت. اذا كان عندك 50% من الاصوات يعني ما ثم حتى حد معناتها ينجم يكور معك. فاهمك. فوالا وي دونك وي صح. داير جوست باش نعقب زاد ان شاء الله ما نكونش سبقتك في فكره اخرى وتجي تقول لي كان سكت راك يدي حاجه. انت محضر دروسك مليح. الله يخليك، قلت لك يهمني الموضوع هذايا ونحبه برشا. بس جوست حبيت نقول لك، مرة قاعد مع جماعة هنا في الأوروب من بلدان مختلفة، عاد واحد منهم قال لآخر أنت عايش في ديكتاتورية. قال له لا، كيفاش؟ أنا راني كل 4 سنين نمشي ونفوتي ونطلع الحكومة متاعي ونطيح هذاك وكذا. قال له أنت تمشي تحط ورقة في صندوق كل 4 سنين و365 يوم في العام تمشي لخدمتك، ويتم إملاء نهارك كامل، يتم إملاء ليزاكتيفيتي متاعك الكل، وما عندك حتى يعني هامش من الحرية في حياتك الاقتصادية. يعني نقولوا عندك حقوق سياسية وعايش حياة سياسية ديمقراطية، ولكن حياتك الاقتصادية سيت اون ديكتاتور. يعني صاحب راس المال اكزاكتومون يملي على المدير بتاعك، والمدير بتاعك يملي عليك. وقتها انا وانا قاعد بيناتهم نتفرج عليهم يحكيوا، اكتشفت انه الاقتصاد التشاركي والتضامني هو اساس الديمقراطيه. والديمقراطيه الاقتصاديه هدفها الاول
العدالة، مش على خاطرنا إحنا نحبّوا والله كل واحد يقول حاجة وكذا، لأ. it's a means to an end. هي وسيلة لغاية، والغاية هي العدالة. هذا اللي حبيت نقوله. اكزاكتومون اكزاكتومون، هو كيف ما قلت لك من الاول ديمقراطة الاقتصاد، هو هذا الفهمي للاقتصاد التضامني والتشاركي، هذا هو. وانت بكريك قلت على الميتويل وكل شيء، دونك هو باش العباد اللي يسمعوا فينا يفهمونا الاقتصاد التضامني والتشاركي. علاش بكري نحاول نقول مكونات الاقتصاد التضامني والتشاركي؟ على خاطر فيه برشا مكونات. النقابات راهي معناتها مكون من مكونات الاقتصاد التضامني والتشاركي. التعاضديات مكون من مكونات الاقتصاد التضامني والتشاركي. لي ميتويل، لي فونداسيون زاد، الجمعيات، ما نعرفش كان قلتها ولا لا، والشركات. والشركات. وفي تونس مثلا حكينا على حلقة جمنة اللي هي ممتازة جدا، واللي ما سمعهاش يمشي جريا يسمع حلقة جمنة وحاد جمنة. راهي تجربة جمنة كانت جمعية، يعني معناتها جمعية، ومعناتها تصرفت في واحات جمنة، معناتها دي ديزين ديكتار نتاع نخيل. وان سيرتان مومون كانت تعمل في ارباح، والارباح نتاعها كانت معناتها تمشي لمشاريع اجتماعيه في منطقه جمنه. ولا دونك معناتها في بلادنا نجموا نرجعوا للتجربه هذه ونشوفوها. معناتها الاقتصاد التضامني والتشاركي ياخذ بوكو دو فورم. وانت بكريك قلت هو بدا قبل 1953. معناتها متفق معك لما قلت السيد اللي نظر، معناتها هوارد بون اللي قلت لك نظر للمسؤوليه الاخلاقيه للشركات، لا فوالا. ريسبونسابيلتي سوسيال دي زونتربريز، ومش الاقتصاد التضامني والتشاركي. أوي. باش ولا نحطها هنيه واضحه. معناتها السيد ما كانش سيد قال به عندنا منظومه راسماليه قاعده تعمل في بعض التجاوزات، خلينا نأطروها. دونك انا من الاول حبيت نفسر للي يسمعوا فينا اللي راهو ثم فرق بين المسؤوليه الاخلاقيه للشركات اللي هي معناتها الريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز، وبين الاقتصاد التضامني والتشاركي. قاعدين نحكيو على معناتها دي كونسيبت مختلفين تماما. فوالا. دونك بالنسبه للتاريخ، حتى في تونس، خلينا نرجعوا لتونس توا، ونشوفوا ان فيت الاقتصاد التضامني والتشاركي تاريخيا وقتاش بدا عنده برشا بكري ياسر قبل الاستعمار، وبدا حتى من الدوله الحفصيه. كان عندنا في تونس اللي نسميه الاوقاف والاحباس. والاوقاف معناتها آه، كانت تقوم بدور مهم جدا معناتها في الجانب الاجتماعي والتضامني نتاعها. وكبرت برشا في العهد العثماني، وكانت تملك أراضي وتمارس التجارة. بغيت القيام بأعمال خيرية كيف مساعدة الناس المحتاجة، تمويل القراية في الجوامع، دوايات للعباد. كانت معناتها ولا كانت عندها دور اجتماعي الأوقاف، وكانت تملك الأراضي، وكانت تملك بعض التجارة. وبدات في العهد الحفصي، وفريمون خذات معناتها لومبلور الكبيره نتاعها في العهد العثماني. داير وقت اللي دخلت فرنسا، نصف الاراضي المزروعه في تونس كانت اراضي اوقاف، واو. وتقدر ب 570 الف هكتار. واو. معناتها ايماجين لومبلور معناتها منظومه الاوقاف في تونس. وقت اللي فرنسا دخلت، معناتها نحكيو على واو. 1881. وي. معناتها توا راهو وي. معناتها وي. في عمر الا الشمس. انه وي وي. الا انه الصوره ما كانتش ورديه. علاش؟ على خاطر لازم نفهموا اللي زاد الدوله الحسينيه لعبت دور مهم برشا، وكانت تعطي لذاك وتاخذ من عند ذاك وكذا. دونك المنظومه تلاعبت معناتها المنظومه الحكميه تلاعبت بمنظومه الاوقاف. هو مانيش باش نختصوا ياسر في هذا، واللي يحب يرجع الحقيقه كي نعمل في البحث هنا. قريت معناتها ارتيكل ياسر تحفون، هو من أطروحة الدكتورة أمينة العويني، اسمه الدولة والأوقاف العامة بالبلاد التونسية. الدولة والأوقاف العامة بالبلاد التونسية، وموجود على الانترنت، وتنجموا تقرأه. حاجة مزيانة ياسر. ثم حاجة عن بالاقتصاد التضامني والتشاركي اللي العباد الكل تعرفها: التعاضديات. واللي يقول تعاضديات يقول أحمد بن صالح، واللي يقول بعد شو اسمه الاستقلال. وحكينا شوية عليها في حلقة الفيمية عام ناول. التعاضديات زاد فات اقتصاد تضامني وتشاركي، دي كوبيراتيف. وبرشا عباد معناتها يعرفوا احمد بن صالح،
الا انه تاريخ التعاضديات في تونس راه ما بداش مع احمد بن صالح. انا بيدي الحقيقه فت ما كانش عندي فكره على الموضوع. هو بدا من اوائل القرن العشرين، وخاصة بدا معناتها بريود ما بين الحربين، بين 1920 و 1945. مهم. ووقتها ثم أزمات رأس المال العالمي وكثر الجوع والحرب إلى آخره. في سنة 1924 أسس محمد علي الحامدي التعاونيات الاستهلاكية، وتمكنوا من صياغة مشروع قانون جمعية التعاون الاقتصادي التونسي، اللي مهم. تكونت فعليا يوم 29 جوان 1924. وكان من أهم أهدافها توفير مواد استهلاكية دون أسعار السوق. لما نرجعوا معناتها هنية، شفت الاقتصاد معناتها التضامني والتشاركي سي ان كونتر بوا للسوق. دونك مش ثم كونتر بوا للربح. صحيت كونتر بوا للربح. للربح. اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية تكونت عديد التعاضديات في تونس، كيف مع تعاضدية كروم كرتاج، وتعاضدية صفاقسية العمالية للإنتاج. ولكن تاريخ تونس التعاضدي والنقابي خذا لومبلور نتاعو بعد الاستقلال، في تجربة الحبيب بورقيبة وأحمد بن صالح بعد عام 1961. وهوني الحبيب بورقيبة حب يحط النظام التعاضديات كحجر بناء الاقتصاد الوطني، وكان وقتها ثم شعار ما يسمى الوحدة القومية. معناتها هذا هو اللي معناتها الشعار اللي قامت عليه التعاضديات. وكان المناضل النقابي والسياسي أحمد بن صالح هو اللي فعل التصور هذا متاع الحبيب بورقيبة، وحط التمشي هذا متاع الاقتصاد التونسي، اللي خاصة مس ميدان الفلاحة، ولكن ميادين أخرين في الحرف وفي التجارة إلى آخره. من غير ما نطولوا برشا، ما هوش موضوع الحلقة، التجربة هذه فشلت، وفشلت لبرشا أسباب. خاطر الأسباب الفشل متاعها مهمة. فشلت الأسباب بيروقراطية شديدة جدا. فشلت اللي أنه الحبيب بورقيبة حب يحط التصور متاعه بطريقة غير تشاركية، وحب ينجح التصور متاعه. دونك خلينا نشدوا الكلام هذايا، معناتها حاجات كليه لازم نفهموهم. وكانت بون واللي هو خلى التعاضديات معناتها البيروقراطيه الكبيره وغياب الديمقراطيه في تسيير التعاضديات خلى التجربه التعاضديه تفشل. ودخلنا بعديك وما فازي. ننساوش زاد اللي البنك الدولي وقت اللي جاء لتونس قال لاش تسخيل روحك تشاركية وكذا، واحد تحب تسلف من عندنا الفلوس تنساها الحكاية دي. دونك طبعا اللي كان طبعا مينيميزي هو التجربة هذه فشلت. معناتها ثم فشل انترنسيك داخلي. آه، سون ب- متفاهمين. وبعديك نلقاو رواحنا مستحقين فلوس، مشينا للهيئات الخيرية العالمية باش نتسلفوا فلوس، لذا صار التدخل فينا. وبعديك تونس معناتها تحركت في بناء ليبرالي. آه، بون هيجين هو راهو انا فريمون رانا ماناش ليبراليه باللي عباد اللي ما تفهمناش بالغلط راه. لحسن الحظ لحسن الحظ. هو نجم نتناقشوا مرة أخرى. مي أعطى منظومة هجينة ريعية. فوالا دونك صحيح خلات اللي احنا اليوم عايشين فيه. صحيح صحيح. فوالا دونك الفترة من 72، من وقت الهادي نويرة لو 72 وبعديك بن علي لو غران بلان تاع ريستركتوراسيون تاع الاف ام اي عام 86، وبعديك عام 95 اتفاقية الواحد الياف. التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وإعادة الهيكلة القطاع النسيج الاقتصادي والشركات الصغرى 98 إلى آخره. دخلنا في قطار واحد، سير واحد، هو الانفتاح، هو العولمة، هو الاقتصاد الرأسمالي إلى آخره. واللي قلت لك بالنسبة لي أنا فات ما ولا ماهوش اقتصاد رأسمالي، هو اقتصاد هجين ريعي. وثم برشا عباد حكيوا عليه ونجموا زاد نحكيوا عليه وكذا إلى بعد الثورة. وبعد الثورة ثم معناتها ثم وعي من العباد اللي المنظومة فشلت من مختلف شرائح المجتمع.
وفشلت معناتها، وكانت معناتها من المطالب الكبار هي الشغل، هي العداله الاجتماعيه، هي الكرامه الى اخره. وبعد هي حكايه جمله، احنا تونا ثالث مره يظهر لي باش نعاود نجبدها الحكايه. حكايه جمله بدات 2011 2011 2012. يعني العباد حبت معناتها الوعي نتاع النقص نتاع حاجه ونتاع الظلم من المنظومه الاقتصاديه الجاريه، خلاها تقوم بمطالب اخرى. شوف، هو راهو الظلم الاقتصادي كل طبقة تحسه بطريقة مختلفة. يعني لو انت ملوطة بالكل، مش لازمك تقرا كتاب باش تفهم اللي انت مظلوم اقتصاديا، راهو وانت حاسه في كل يوم في كل معاملة. دونك سي تري تري نورمال انه الطبقات هيك هذه اللي تحسوا اكثر حاجة. اكزاكتومون. هو شوف، هو الطبقات الكل حسته في تونس، على خاطر حتى الطبقه الوسطى يعني ماشيه وتضمحل، امين، بس انت والصعود من طبقه الى طبقه صعيب ياسر. خيال هو علمي صار. فوالا. لذا هو في تونس تحط معناتها، حكينا برشا على الاقتصاد التضامني والتشاركي. وكان من بين أهداف الثورة، وذلك علاش حتى دستور 2014 ثم جزء كامل يحكي على المحليات وعلى الاقتصاد المحلي وعلى البلديات واللامركزية، وما فعلوا منها حتى شيء. حكيوا على اللامركزية وحكي على المحليات، معناتها ثم ديتاي كبير يحكي على هذا، واللي هو خلى الأرضية للي بعديك الانتخابات البلديه صارت عام 2018. واللي بعديك حاجه مهمه جدا، قانون 2020 اللي هو كان مبادره تشريعيه من الاتحاد العام التونسي للشغل، واللي هو الهدف الكبير نتاعه هو تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصاديه اللي هي الربح وقيم التضامن الاجتماعي. اللي هو القانون هذا تلقاوه راهو الى يومنا هذا موجود في الموقع الرسمي لوزاره الشغل. دونك هو تحت روبريك اسمها المبادره. دونك تدخل تلقاه والقانون يوضح كيفية التصرف في الربح، وينص على خلق مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وينص كذلك على بعث بنوك تعاضدية وفقا للقانون 48 لسنة 2016. الحقيقة ما نعرفش عملنا به القانون هذا، ما عندي حتى فكرة. بربشت. ما نعرفش، ما تنجم تكون، واذا كان واحد من اللي يسمعوا فينا يعرف يحط لنا كومنتير تري امبورطون تري انتريسون باش نعرفوا القانون هذا اش عملنا به. الا انه بعد القانون هذا بشويه، دونك خرج قانون اخر اللي هو مرسوم عدد 15 لسنة 2022 في 20 مارس 2022، اللي رئيس قيس سعيد وقتها خرجوا ك سمبوليك 2020 مارس كونه معناتها يوم العيد الوطني للاستقلال، وكونه القانون هذا جاي باش يحرر التوانسه. آه، ما انا ما فهمتش اسكو القانون هذا جاي باش يعوض 2000 متاع 2020، اسكو جاي باش يكمل عليه. قعدت مانيش فاهم حتى لين حليت البحث باش نعملوا الحلقه هذه. هو شوف، اعطينا برشا معلومات في الحلقه هذه، ويظهر لي نخليه اصحابنا ياخذوا المعلومات هذوما ويخموا فيهم، ونرجعوا لهم في حلقه اخرى. والله حازم، علاش لا؟ وصلنا تو بريسك نص ساعة باش نحطوا لي ليان اللي انت حكيت عليهم الكل في الديسكريبسيون تاع الحلقة. اي حد عنده تعليق نرجوكم حطوا لنا كومنتير، اللي ما يكونش تنبير، يكون كومنتير سيريو. وشكرا، نحكيو معكم في الحلقة القادمة. يعطيك الصحه امين. اتري بيانتو في الحلقه القادمه.